واش عارف اشهر مشروب في العالم؟ كانت فيه في واحد الوقت ماده خطيره، واليوم غادي نحكي لكم على كوكاكولا من البدايه حتى ولات امبراطوريه. السلام عليكم، معكم نيوكي. وفي هذا الفيديو غادي ندخلوا في واحد القصه مشوقه اللي بزاف. فاش واحد الطبيب صنع مشروب بسيط ولات شركه عالميه العالم كيعرفها. القصه كتبدا في 1886 وبالضبط في مدينه اتلانتا. واحد الطبيب سميتو جون بيمبرتون. الطبيب ديالنا جون كان طبيب وفي نفس الوقت جندي. الطبيب ديالنا ولا الجندي ديالنا كان تصاب بواحد الاصابه في الحرب. الضربه ديالو ما غاديش تبرد وغتبقى ديما تعطيه صداع ودير ليه توتر، والاطباء قالوا لي انك خصك تاخذ المورفين. وكيف ما عارفين ان المهدئ المورفين كيسبب ادمان، لذلك الطبيب ديالنا طرح لي واحد الفكره انه يخترع واحد المشروب. ومن بين هاد الاعشاب الطبيعيه اللي غيستعمل في هذا المشروب هي النبته ديال الكوكا. مشروب طبيعي. الطبيب ديالنا جون غيبقى يخترع ويبقى يقلب حتى غيطيح في واحد النبيذ فيه الاعشاب والنبته ديال الكوكا. الطبيب ديالنا شد داك النبيذ وعدل فيه وخرج الفيرسون ديالو راسو وبدا كيبيع في الصيدليات. الفيرسون ديالو كانت زيد فيها جوز الكولا اللي كتحتوي على الكافيين، وغيبدا يتباع على اساس انه دواء ديال الاعصاب والتوتر والصداع. وفي نفس العام في 1886 المدينه اللي ساكن فيها في امريكان غتمنع النبيذ اي الشراء. هادشي غادي يكوزي ليه مشكل، لان الدواء ديالو كيعتمد على النبيذ. غادي يحيد النبيذ وغادي يزيد السكر، غادي يديه للفارماسي وغادي يزيد عليه ماء معدني. الناس غادي يعجبهم فعلا، الناس غادي يعجبهم وغيبداو يشريوه. وجا عنده صاحبه وقال لي ضروري خصنا نسميو هادشي. قال ليه نسميو على المكونات اللي فيه، اللي صافي سامارش. وهكا تولدت لينا كوكا كولا. واحد السيد سميتو اسا كاندلر هو اللي شرى الشركه ودار تغيير كبير شركه كوكا كولا. رجل الاعمال ديالنا كاندلر في 1891 غادي يبدا الاعلانات ديالو اللي غيكون كيصرف فيهم ملايين ديال الدولارات. في 1895 كانت امريكان كامله كتعرف المشروب ديالنا المشهور اللي هو كوكا كولا. اهم قرار خداه كاندلر هو انه بدل في الوصفه ديال بيمبرتون وخلاها وصفه سريه، وقال لهم اللي عنده الوصفه ديال بيمبرتون ما عندوش الوصفه الاصليه. كوكا تعمدت انها ما تاخذش براعه الاختراع اي هاسي، وهادشي كامل باش انها ما تفشيش الاسرار ديال المكونات ديال المشروب ديالها. ولات جزء من الثقافه العالميه، وحتى في الحروب الجنود الامريكيين كانوا كيشربوا كوكا كولا، وهذا الشيء خلاها تكون مشهوره اكثر. السؤال الشهير، واش كوكا فيها الكوكايين؟ اواخر القرن التاسع عشر كان الكوكايين ليغال، كان ماده قانونيه، اي انه كان كيستخدموه في الادويه وكان كيتباع في لي فارماسي كدواء. اوراق ديال الكوكا فيهم نسبه ديال الكوكايين، داكشي علاش ولات كوكا كولا كتحيد من اوراق الكوكا الكوكايين. وهادشي كيديروا مصنع واحد في العالم اللي هو في امريكان، هو انه كيحيد الكوكايين من اوراق الكوكا. اليوم كوكا كولا من اكبر الشركات في العالم، كتبيع ملايين ديال القارورات وعندها بزاف ديال المنتجات، وكتصرف الملايير على الاعلانات ديالها. الشعار ديالها معروف في كل بلاصه. فكره بسيطه تقدر تولي مشروع كبير. الصبر هو سر النجاح. اي واحد يقدر يبدا صغير ويوصل بعيد. كان معك النيو كيكس، وكانت هذه هي القصه ديال كوكا كولا. الا عجبك المحتوى ديالي دير سبسكرايب، جيم، كومونتير خايب ولا زوين، ومرحبا بكم كاملين.